يومين شفت فيلم سيستم، والفيلم طرح سؤال، او هو خلاني افكر في سؤال. هو الفيلم كاتب في اول الفيلم ان هو متأثر او بيشكر فيلم البحث عن فضيحة بتاع عادل امام وسمير صبري. والفيلم دوت هو يعتبر من الافلام اللي فرشت لعادل امام ان هو يبقى نجم منفرد. الفيلم دوت كان بيضم عدد كبير جدا من النجوم: احمد رمزي، ميرفت امين، جورج سيدهم، زيزي بدراوي، عماد حمدي، يوسف وهبي. وكان كلهم بيحاولوا ان هم يقدموا عادل امام كنجم منفرد. وعلى فكره اجورهم كانت اعلى من اجر عادل امام، يعني يوسف وهبي واخد اكتر من عادل امام في الفيلم ده مثلا، دي من الذاكره يعني. فكميه الكوميديا اللي في فيلم البحث عن فضيحه كبيره جدا جدا عن فيلم سيستم. انت ما طرحت اللي انت متاثر بيه، فانا توقعت في بدايه الفيلم اللي انا هلاقي فيلم اضحك، هلاقي كوميديا، هلاقي. فالفيلم ما خلانيش اكتر من ان انا ابتسم، مع ان احمد الفيشاوي وطارق لطفي ممثلين كويسين جدا. وانا ضحكت جدا قبل كده على احمد الفيشاوي في تامر وشوقية واعمال كوميديا كتيره جدا. بس السؤال ده يعني الفيلم دوت والموقف دوت خلاني اطرح تساؤل: ليه الكوميديا المصريه في انحدار او في نزول؟ يعني من اخر 10 سنين مفيش عمل كوميدي او فيلم كوميدي عمل واو في السينما، او عمل بريق كبير جدا في السينما. يمكن آه، الاجيال، يعني مثلا انت لو جيت بتقارن مثلا الشغل الموجود دوت بشغل هنيدي وعلاء مثلا، صعيدي في الجامعه الامريكيه وعبود والناظر وسعد ومحمد سعد، او بتقارنه مثلا بشغل عادل امام وسمير غانم وسعيد صالح، او بتقارنه بفؤاد المهندس وعبد المنعم مدبولي، او بتقارنه بنجيب الريحاني وكسار. فانت هتلاقي ان مستوى الكوميديا بينزل بشكل تدريجي، او تقريبا في اخر 10 سنين ما بقاش فيه خفة الدم الكبيرة جدا اللي احنا كنا متميزين بيها. مفيش ممثل كوميدي سطع، مع احترامي للجميع، مع احترامي لجميع الكوميديانات الموجودين. مفيش نص انت اشتغلت عليه عمل كوميديا واو. فانا منتظر اللي احنا نعمل افلام تانية وتطلع نجوم تانية. وانا استغربت اللي انتوا قارنتوا بالبحث عن فضيحة. انتوا بتقارنوا ايه بايه؟